هسه هذا الوجه مالها تشوفون هاي كلها راح تنسحب باللاستيك. انا وصلت اللي جاي كملت، ركبت الوصله مثل ما شفتوها. اجي اركب اللاستيك، هاي اللاستيكه، هذا الوسط مالها. طبعا اكو اثر مال الكو وانا اعرف الوسط مالها. واسحبها للنهايه. هاي القرضه تشوفوا، هاي القرضه واضحه بالصوره، هاي القرضه اوصل لاستيكه الها. شوفوا عيني جهزت بهالطريقة هاي. طبعا انا بالاخير اخلي بروش هنا. هسه عندنا خلصت هي. صعد ايدك، صعد طالع كلها. ايه. هسه اجي على ذن الوصل اللي قصيت لكم اياه قبل شوية، راح اثبتهن هنا بهالطريقة. وشغلنا بس بالصدر، يعني اذا خلصت هاي بعد باقي الاجزاء كلها سهله. هي تركيبه الردان والربط الصدر بالظهر، هاي هيك راح تنقلب. صحيح. بس اثبت ذني واربط الجزء الجوي. هسه انا كملت هذا الصدر، هذا الجزء قدامكم صورته كله، وخليت ذن البردات اللي اقول لكم عليهن القلبات، ذني ثبتتهن واحده هنا وواحده هنا، وهاي كل الاجزاء. طبعا انا ما راح اقدر اصوره كله لكم، بس هو مبين. راح اول مره اربط هاي الجزء هنا، وانه بعدين الصدر بالظهر من الاكتاف، يعني هاي اي خياط يعرفها. ورا ما اكمل هاي كلها اجي اثبت الردانات والتقفيله من الجوانب. خلنا اشوف وين وصل حدي واوقف التصوير. هذا راح اربط بيه الجزء الجوي بهالطريقه. هذا الجزء ربطته. هسه اربط الصدر على الظهر. هذا الظهر
هذا الصدر. الظهر يعني الخلف، والصدر يعني الأمام. طبعا لازم اترك زايد، يعني اترك الزايد هنا وهنا هم راح اترك زايد، حتى من اريد اشكل هاي الوصلة عندي مجال اشكل بيها. هاي الزيادات تركتهن حتى اشكل بيها البردة هاي. شوفوا بهالطريقة هاي الشغلة، بكل شغلي بهالطريقة اشكل هاي القلبة. طبعا نصيحة لكم، يعني مو كل الفيديوهات هي مضبوطة، يعني اكو بعض الشرح يعني اشوفه، انا ما اقول لكم اضبط واحد، بس اشوفه غلط والله دا يشرحونه هواية، اشوف غلط. يعني مرة واحد يقص الكلوشة جايب صينية ويقص عليها، خبلت اني من شفته. يعني واحد شلون حتى تصير ازمة بالصواني بعد، اذا واحد جايب خاشوقة يحفر الخاشوقة يعني الملعقة يحفر بها حفر الصدر فماكو هيجي شغل. يعني والله يا هالي للخياط، مهنة الخياطة. هذا خيط اسود، يعني شوف انا ايش قد هاي الشغلات البسيطة اركز عليها، اسوي اصفر. الكلوشة إلها لازمة معينة، يعني أنا إن شاء الله أسوي لكم إياها بالتفاصيل. طبعا أنا عندي جروب خياطة وشارح بيها هواي قصة الكلوشة، بس مو صينية. واحد يريد يتعلم، واحد يغش، بالغش مترهم، يعني واحد يغش. وبالمناسبة همين توقف التصوير. بالمناسبة أنا صورت فصال وخياطة البنطلون، بس بعدني ما ناشره لأن الوقت هواي، وأريد أقطعهن وأرتب الفيديوهات وأنشر لكم إياهن إن شاء الله. انتظرون إن شاء الله عن قريب أنشر لكم إياهن. إنه جاهزة مصورهن وكامل البنطلون، وصورته من كمل. يعني أنا شكلت الصدر الأمام بالخلف، وراح هسه أشكل الردانات، بس من الدول يسموها الكمام. يعني أنا أحس يعني هواي ناس يشوفني من الجزائر، من مصر، من الدول الخليج، فلازم استخدم لهجة يكون فاهميها. ولو الحمد لله اللهجة العراقية حلوة وكلها تعرفها. يعني هاي أبدأ من الوسط، هاي طريقتي أنا بالشغل. من أريد أشكل الرداء أبدأ من الوسط، أنا قارض الوسط زين، واشتغل اللي جوا بهالطريقه ما يطلع عندي خطا. من هذا القماش ستريج يمط، فمن اشتغل من البدايه للنهايه القي جوز القيها هيك صايره. هسه لا، دا تجي عندي كلش متساوي، تطلع عندي 100%. قرب الصوره شوفوا، وحده على الثانيه، لا اسحب ولا هاي، على راحه القماش، ماكو لا لم ولا كل شيء. دا تشوفوه يعني ماكو هيجي بيه سحب لو هذا. وهسه ابدا من هاي الجهه بنفس الحاله. انا بس اركب الردانات ان شاء الله لكم، والباقي تعرفوه انتم بعد، تربطون الجوانب والكفه وتخلص. وانا ان شاء الله هسه يعني ان شاء الله اقطع التصوير، اكمل خياطها واعلقها بالملكان وتشوفوها ان شاء الله. هاي كملتها. هاي الجهة الثانية مالت الردل نفس الطريقة بالتركيب.
خلنا اركبها واكمل وارجع لكم. هساني هاي ركبت الكمام الردانات وهذا الصدر همين بهالطريقة. خلص ايش بقى عندي؟ بس اربط من الجوانب، اثني الحافات مالت الردان واطبق من الجوانب اللي جوا منا ومنا، وبعدين اكفها من جوا وتخلص. وان شاء الله اعلمكم اياها بالمريكان وتشوفوها. ان شاء الله كملته هذا كله وصورت لكم طريقة الخياط، خليت بروش بالوسط. ان شاء الله يعجبكم الشغل وتشتغلون من عنده. زين عيني. وموديل حلو هو طبعا مرتب. يجوز بعضهم يعني ما يعرف يشتغله او ما يعرف طريقته، بس شوية شغلات ترتيبات وهذا يطلع حلو هو. ان شاء الله يعجبكم الشغل. شكرا جزيلا رسول خياط.